احلى واطعم شيش طاووق ممكن تاكلوه، بجد حلو جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا الشيش الجميل ده ازاي. انا عندي صدور دجاج اي كمية، ده كان كيلو. انا هقطع الحتة اللي تحت دي الاول لانها بتبقى رفيعة. بعد كده هقطعه بالطول بالشكل ده كده. الصدور دي كانت كبيرة، طبعا على حجم الصدر اللي انتوا هتعملوه هتشوفوا هتقطعوه ازاي. بعد كده هقطعه بالطول كده واقطعه مكعبات بالشكل ده كده، ولا هي رفيعة قوي ولا تخينة قوي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقطع كل الكمية بنفس الشكل ده. بعد كده هغسل الصدور بتاعتي كويس جدا، وده كان شكلها، وصفيتها من المية تماما. بعد كده عندي بصلة وطماطماية وقرن فلفل و6 فصوص توم، هفرمهم في الكبة. بعد كده هحطهم في مصفى، انا عايزة المية بتاعتهم بس. هصفيهم بالشكل ده كده. وممكن تعينوا الطفل ده لأي حاجة تانية، حطوه في الفريزر وممكن تستخدموه لأي وصفة تانية. هصفيه خالص من المية. بعد كده عندي ليمونة كبيرة هحطها، ده الليمون الاصفر بيبقى فيه ميه كتير. لو انتوا هتعملوا من الاخضر ممكن تعملوا ليمونتين. حطيت خل وهحط معلقتين زبادي، وهحط بصل بودر، توم بودر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صلصه كبيره، فلفل اسود، وده كان توابل شيش طاووق معلقه كبيره منه، وربع كوبايه زيت، وهحط ملح، واقلب الخليط ده كويس جدا مع بعض كده. بعد كده هحط الصدور عندي واقلبها كويس في التتبيله دي. وانا متبله التتبيله دي من بالليل، يعني من قبلها بيوم. وطبعا بيبقى افضل لو انتوا هتتبلوها من قبلها بساعتين 3، بس لو من قبلها بيوم طبعا بيدي نتيجه افضل. هغطيها واحطها في التلاجة. ده كان تاني يوم. شايفين الصدور شربت التتبيله اللي انا عاملاها لها. هقلبها كده تقلبتين. عندي بصل وفلفل اخضر وفلفل الوان مقطعاه مكعبات بالشكل ده كده. عندي بقى عصيان الشيش طاووق، انا نقعتها في ميه شويه عشان ما تتحرقش بسرعه، ما احطها في الفرن. بعد كده هبتدي احط بقى في الشيش عندي. هحط بصل واحط فلفل بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي احط بالشكل ده كده. طبعا شكل الشيش وهو بيبقى كده بيبقى شكله حلو جدا، بيبقى شكله اصلا يفتح النفس من قبل ما يتحط في الفرن، بسبب الالوان وان هو بيبقى شكله حلو قوي كده. هعمل كل الكمية بنفس الشكل كده. شايفين الصدور ما شاء الله طرية جدا عشان انا متبلاها من قبلها بفترة. شايفين شكله حلو قوي.
هعمل الكمية كلها بنفس الشكل كده، وهرصهم بقى في الصينية. حاطة في الصينية ورقة فويل وهحطهم كده. طبعا مولعة الفرن من تحت ومن فوق، معلية الشواية على الاخر، ومخلية الفرن على الهادي خالص من تحت. التتبيلة اللي فضلت معايا انا هدهن بيها الشيش كده، عصيان الشيش، وعشان كمان الفلفل والبصل اللي انا حطيته يتبل. بعد ما اخلص هحط الشيش في الفرن في الرف الوسطاني، وطبعا الشواية شغالة على العالي. هيستوي وهيبقى متحمر من فوق وهيبقى مستوي وهيبقى جميل جدا. ده كان شكله بعد ما طلع من الفرن. عندي بقى فحمة مولعاها، هحط عليها شوية زيت، بتدي طعم حلو جدا، وهغطيه بقى او ادخله الفرن تاني. المهم ان هو يتغطى باي حاجة كده بالشكل ده كده. بجد طعمه كان تحفة. عندي بقى فرشة حاطة بصل وبقدونس، وحط عليهم رشة سماق او بابريكا، وهرص الشيش كده. عامة المشويات ايا كانت لما بتطلع على بقدونس وبصل بيختلف جدا، بيخلي الريحة تحفة. شايفين حلوة قوي، طعمه كان حلو جدا جدا. وعملت جنبه طحينة، ممكن تقدموه مع رز بتاع مشويات براحتكم، بس انا بحب عامة المشويات اكلها بعيش ايا كانت بقى. شايفين الجمال، حلو قوي. يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى تشاركوا لي الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.